حول هذا الموضوع معنا الآن من باريس ممثل جبهة البوليزاريو في العاصمة الفرنسية أبي البشير. سيد أبي، أهلا بك على قناة فرانس 24. كيف استقبلت جبهة البوليساريو قرار المغرب الانسحاب من منطقة الجرجرات؟ لا، شكرا جزيلا. بالنسبة لنا في جبهة البوليزاريو، بيان وزارة الخارجية المغربية في الانسحاب الأحادي، ما يسمى بالانسحاب الأحادي من منطقة الجرجرات، لا يعدو أن يكون محاولة لذر الرماد في الأعين، ومحاولة لاستغلال الأزمة العسكرية الناشبة في المنطقة كشجرة لإخفاء الغابة. بالنسبة لنا أزمة الجرجرات هي جزء من كل، وجزء بسيط جدا من كل وجوهري يتعلق بتنظيم استفتاء تقرير المصير، ويتعلق بالشرعية الدولية التي يتكلم عنها بيان وزارة الخارجية المغربية بشكل غير سليم. الأمم المتحدة متواجدة في الإقليم من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير، وهناك اتفاق وقف إطلاق النار، ومسألة الجرجرات يجب أن تحل في إطار كلي وليس في إطار جزئي. نعم، هل قررت جبهة البوليزاريو سحب أي عناصر مسلحة ربما موجودة في المنطقة؟ ونحن نتذكر بعض التوغلات لهذه العناصر حتى المحيط الأطلسي، وتم نشر صور لهؤلاء العناصر قرب المحيط الأطلسي. لا، بالنسبة لنا لم نتخذ قرارا بالانسحاب من منطقة الجرجرات، وبالنسبة لنا المشكل يجب أن يحل في إطار كلي يتعلق بتطبيق استفتاء تقرير المصير الذي بموجبه تتواجد الأمم المتحدة في الإقليم. ونحن بالنسبة لنا لن نتسامح في المستقبل مع هذا الاستهتار المغربي، نعم. ولا نقبل بالمقاربة الانتقائية. نعم سيد أبي، تقول لنا إن المواضيع. الجبهة لم تقرر سحب عناصرها المسلحة من المنطقة، لكن فرنسا وكما قلت وأمامي بيان للخارجية الفرنسية طلبت الجميع بالتحلي بالمسؤولية عبر سحب أي عناصر مسلحة من هذه المنطقة. كيف تردون وأنتم ممثل البوليزاريو في باريس؟ لا، بطبيعة الحال الوضع الذي قام بالجرجرات قام بسبب خرق المغرب لوقف إطلاق النار يوم 11 غشت سنة 2016، والبوليزاريو راسلت الأمم المتحدة لمدة 17 يوم ولم تجد رد من الأمم المتحدة، وبالتالي البوليزاريو اتخذت قرارها في التواجد بالمنطقة وإيقاف الطريق المعبد وتعبيد الطريق. وبالنسبة لنا أي طريق كانت معبدة أو غير معبدة تشكل خرقا كافرا لوقف إطلاق النار، لأنها لم تكن موجودة سنة 1991 عشية التوقيع عليه. سيد أبي البشير، نعم، شكرا لك. باستغلال ثروات الإقليم بشكل غير شرعي. شكرا لك أبي البشير ممثل جبهة البوليزاريو في باريس. وينضم إلينا من الرباط الكاتب الصحفي طلحة جبريل. سيد طلحة، خطوة انسحاب المغرب الأحادية إلى أي مدى فوتت الفرصة على جبهة البوليزاريو التي تحاول جاهدة استفزاز المغرب لمواجهة مباشرة؟ وفي الواقع هذا الوضع الذي وقع في الكركارات تزامن مع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ولذلك نظر إلى هذه المسألة على اعتبار أن ربما جبهة البوليزاريو، أقول ربما، أرادت أن تشوش على هذه الفكرة، على الأقل هذا من الجانب المغربي ما يبدو واضحا في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية. وبالتالي جاءت المبادرة المغربية بسحب جميع القوات الأمنية التي توجد في المنطقة ابتداء من اليوم حتى يصبح الأمر، أو على الأقل لتهدئة الأوضاع. يعني هل نحن بصدد انسحاب تكتيكي مرحلي ربما يقوم على تقوية الطرح المغربي أمام المجتمع الدولي؟ أعتقد في الجزء الأخير من سؤالك تكمن الحقيقة، أن المغرب حريص أن تكون علاقاته مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة على وجه التحديد علاقة طيبة. هل هو تكتيكي أو غير تكتيكي؟ من الصعب جدا الحديث عن الأمور العسكرية في مثل هذه الظروف. فأظن بأن المغرب أراد أن يرضي المجتمع الدولي ويستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بسحب جميع قوات الطرفين، سواء كانت القوات المغربية أو مقاتلي البوليساريو. طيب، هذا القرار هل دفعت به المغرب إلى دفعت جبهة البوليزاريو إلى
ربما زاوية قد تفضي إلى عزل قيادة الجبهة، مستغلة هذا التعاطف الدولي مع الطرح المغربي لقضية الصحراء الغربية التي تحدثت عنها الآن؟ هناك دائما صعود وهبوط في هذه المشكلة التي موجودة، وهذا التوتر القائم منذ عام 75 عندما استعاد المغرب الصحراء، هذا لا شك فيه. ربما هناك معلومات لدى المغرب أنه الجبهة البوليساريو تريد لفت الأنظار، تريد فرقعة ربما بشكل أو بآخر بتصعيد الأمور في منطقة معزولة وبعيدة جدا في الواقع حتى من المناطق السكنية المأهولة. وبالتالي أكيد يعني القراءة الأولية تفيد بأن المغرب أراد تفويت هذه الفرصة على جبهة البوليساريو، لأنه قبل أن يسحب قواته من جانب واحد في استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، خاصة أن القوات الطرفين كانت في بعض المناطق يعني كادت في حالة تماس أو أقرب إلى التماس، ويبقى السؤال معلقا وكان حول هناك خشية رد الفعل من قبل جبهة البوليساريو حول هذا الانسحاب الأحادي. شكرا جزيلا لك من الرباط، حدثنا الكاتب الصحفي طلحة الجبريل.